استاذ عبد الرحمن بصل، اتفضل. حضرتك بقى سيبنا، انا ماليش دعوه بالتعريفات اللي بتتقال، حضرتك ايه بقى؟ انا عرفني انت نفسك. انا هقول انا ايه ببساطه جدا للشعب المصري كله وللبلد بحالها. انا راجل بسيط، راجل ربنا اداني نور من عنده، واداني شفافيه، واداني علم، واداني توقع وذكاء، مقدمات بتؤدي لنتائج، والحمد لله بقول حاجات للبلد وبيشوفوها على ارض الواقع بتحصل. النور الالهي والنور الرباني ربنا بيمنحه لمن يشاء من خلقه، وسوف يظل الى قيام الساعه. طبعا زيه زي الجمال الشديد عند بعض النساء، تمام، وزيه زي بعض النظر اللي بعض الناس اقوى من الاخرين. كذلك في واحد ربنا مديله نور ومديله شفافيه، وبعد النبوه دي موجوده، بل ان الرؤيه في كلمه واحده، الرؤيه اللي بتنبئ بغيب بيشوفها واحد رجل صالح او طوى له، بل ان واحد صالح ما شافهاش وما حصلتش له وبينبئ بيها. بابا فانغا وكانت غير مسلمه اللي هي العرافه البرتغاليه، قالت عن حاجات حصلت لما قالت 2020 هيكون في وباء عالمي موجود. بل ان من العلماء العظماء ورجال الدين الكبار الشيخ عبد الحليم محمود تنبأ وتوقع وشاف حرب 73 وان احنا هننتصر قبل ما نحارب، واخبر بيها القاده. خليني بقى بجيب لك الشيء ونقيضه، الشيء والمثل بتاعه. اما هو احيانا حضرتك معلش هي في فرق برضو بين ان احنا نبقى بنعرف الغيب وبين حضرتك بتقول انا بتوقع للبلد. ممكن يكون توقعك ده، خليني اكمل بس عشان ما نقطعش التواصل. لا مش هنقطع، احنا عايزين العلم يفيد الناس. ما هو انا لسه بكمل، انا لسه بكمل. هل المسألة، ما هو ممكن حضرتك تكون بتتوقع للبلد بناء عن دراستك للمعطيات 1 2 3، فشيء طبيعي ان الناتج 1 زائد 1 شيء طبيعي ان يكون الناتج 2. تمام. فممكن دي ما تبقاش، ما نسميهاش تكهنات، نسميها توقعات جايه او فراسه، او مش بس فراسه، هي حتى السياسه ما هي علم. يعني في حاجات علم. واحد اذا انا حطيت رز وميه هيديني رز مسلوق، ما حاجات قصدي انها ممكن تبقى مش شرط انها تبقى نور رباني، واوقات كتير جدا نور رباني موجود. طبعا النور الرباني موجود. ما هو انا ممكن يكون عندي نور رباني ان انا بحس بشخص، اسلم على شخص ممكن احس ان الراجل ده مصيبه سودة وهيحصل كذا كذا. لكن ما اقدرش اطلع على السوشيال ميديا او اقدر اطلع لحد اقول لقد جاءني الوحي او جاءني النور وقال ان هذا الشخص مش عارف ايه، هو هيبقى فصل الخطاب يوم كذا، فصل الخطاب زي ما الاستاذ فصل الخطاب. هو حضرتك تنبأت بحاجه ان فلان الفلاني ممكن يموت يوم كذا؟ تنبأت بوفاه فنان شاب ومات الله يرحمه مصطفى درويش، وتنبأت في نفس اليوم بعدها بيومين 3. مصطفى درويش عنده كام سنه يا فندم؟ نعم. مات عنده كام سنه؟ 43 سنه. 43 سنه شاب؟ نعم. ايوه شاب طبعا. لا يا فندم، لا شاب سن حضرتك. الشباب، بص يا فندم، سن الشباب من حتى من جمعيات الولايات المتحده الامريكيه من 15 سنه ل 23 سنه. احنا بندرجه عندنا البعض ثواني بس يا فندم. طب انا بس مش عايزه اضيع، معلش انا اسفه عشان احنا وقت الحلقه. انا مع حضرتك بعد ادوني بس فرصه نتكلم. انتوا ليه عايزين تبداوا خناقه؟ احنا مش هنتخانق دلوقتي، احنا هنتخانق بس مش دلوقتي. انت قلته وحصل ده السؤال. انا هقول لحضرتك حاجه بس احنا مش عايزين نخرج في سن الشباب. او المساله هو توفاه الله مصطفى وكان صديق، الله يرحمه يا رب ويغفر له. وانا مكلماه قبلها باقل من 4 ساعات، كان بيقول لي انا مش عارفه انام، فانا مكلماه قبلها وهو توفى بمرض. ايوه الله تمام يرحمه. لكن ان حد يتوقع وفاه حد النهارده الساعه كذا فلان هيموت، دي اقسم بالله ما بكذب في كلمه. انا شفت واحد زي ما عمرو قاعد قدامي، قلت له يا فلان انت هتموت قبل السنه دي ما تخلص. والله يا لقاء قبل ما السنه تخلص ب4 ايام مات. شلاه بحلف بالله. لا نور من عند ربنا. شلاه. اتقي فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله. اتقي فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله. استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن، النبي ما عملهاش. استاذ عبد الرحمن عليه الصلاه والسلام، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. معلش انت لما تشوف فلان تقول له انت هتموت بعد سنه؟ لا هو ده مش دي مش مساله نور. في عيون بتحس انها بتودع الحياه، وفي ناس بتشوفها ما هو ده قلب. الحاسه السادسه سؤال بس، والحاسه السادسه موجوده. وده بيؤمن حاجه اسمها الحاسه السادسه. لا ما هو معلش، ما الحاسه السادسه موجوده. لا يا فندم مش موجوده. لا الحاسه السادسه الفراسه سواء بقى سواء سميناها، ما ممكن يكون التسميه مختلفه. اللي عند غير الناس يا فندم ماشي. بيفرق ما بين العقل الباطني اللي بيساوي 2 مليون معلومه ثانيه واحده بس، احنا كده الناس مش هتفهم. ما هو ايوه، ما هو احنا مش داخلين، احنا داخلين المناظره. يعني الحاسه السادسه مش موجوده يا استاذ عبد الرحمن. المناظره اساسها ان حضرتك تتكلم بوجهه نظرك والاخر يرد عليك، مش ان احنا نبقى انا اسفه يعني انتوا الاثنين ناس دارسه وناس كبيره وناس محترمه، ما ينفعش نبقى بنتكلم في بق بعض ما حدش هيفهم، لا احنا هنستفاد ولا الناس هتستفاد، وعيب يعني هيبقى مساله هو كلمه مفيده للناس. كلمه حاسه مش معناها الانسان بيحسها. طب ما انت بتبقى جعان، انت الجوع ده بتحسه وبتمسكه؟ مش معنى حاسس يعني بتمسك، يعني مش هنمسك في كل كلمه. معلش انا اسفه، مش هنمسك في كل كلمه، بس انا عايز اعرفه مش الحواس معناها نمسك في القشور ونسيب الاصل. ايوه صح. فخلينا نتكلم في الاصول او في وقائع. اتكلم على الاصل، وقائع حقيقيه ممكن هتثبت لك اذا كان الراجل ده عراف ولا لا.
وفي الاول وفي الاخر انا مش ضدك يعني. بص انا قلت انا لا حضرتك غير صح. خبير فلك. بص يا فندم انا دلوقتي بتكلم وحضرتك هو قاطعني. بص لا مش القطع بعض. بص طب ممكن استاذن حضرتك بس اتفضل. طب اتفضل وانا بعد منه. مع احد المذيعين يا فندم قال له المذيع قال له حضرتك بتقول عن نفسك ان حضرتك عراف. قال له انا عراف مش دجال. دلوقتي بينفي بيقول انا ما قلتش انا عراف، قلت انا عراف. وكان المذيع داخل فيه اسم شلتوت وهو شاب جميل قوي بحبه اصلا. طيب ما يبقاش حاجه هو تامر جدع مش هيقول حاجه تامر شلتوت بتاعه. انا بحبه اصلا. طيب الاستاذ ده يا فندم ما فيش ولا توقع قال له صح. ماشي. بالدليل والماده في عند جرجس في الاعداد، بس طبعا عشان وقت الحلقه. بص يا فندم على دي بس قال انتعاش السياحه في 2023 هتبقى في شهر، خلي بال حضرتك، معدلاتها لن تصل من 50 سنة في شهر 5 و6 و7. وطبعا الحال زي ما احنا شايفين يعني الأسعار هتبدأ ترخص وتنزل مع بداية 5 و6 و7، والمواطن هيحس بانتعاشة أكتر في الفترة اللي جاية. طبعا الله يعني الحروب وكده، يعني كل التوقعات دي ما حصلتش. ده لسه ولا حاجة. حرب روسيا وأوكرانيا قال إنها هتخلص في شهر 9، وافتكروا كلامي ده كويس. طبعا احنا دلوقتي في 2024 والموضوع زاد خلاص يا فندم. قال فوز الاهلي بصعوبه وباعجوبه 1-1 او هينهزم 2-1. بالعكس الاهلي فاز 3-1. ده الاهلي دايما بيفوز. خلي بال حضرتك دي في 2023 قال بان محمد صلاح حصل على افضل لاعب في افريقيا وهيحصل عليها في 2023. ما حصلش. اللي فاز النيجيري اوسمين مهاجم نادي النوبو. طب ما هو كل اللي حصل، كل اللي حضرتك بتقول عليه ان التوقعات دي ما حصلتش، ده معناه ان هو مش عرف. بالظبط. واحسنتي. يبقى ايه يا فندم؟ يبقى عنده علم فراسه لا او توقعات. يا فندم لا ولا حتى فين يا فندم الفراسه. لا في بقى حاجه يا فندم. بص يا استاذ، كتير جدا يا فندم من الناس ظهروا في الاونه الاخيره بيدعوا امتلاك قوه روحانيه ليتميزوا بها عن باقي البشر. القوه دي بيدعوا انا اقدر انا اعمل، حضرتك هتموت، انا فيا روح يا راجل. لو بيمتلك الروحانيات دي او مثلا على اتصال بالجن كان عرف. طب يا فندم بقى استاذن حضرتك ثانيه احنا نرد على الحته دي. طب ممكن حاجه صغيره بس اقولها قبل ما انا بس عايزه امسك جزء صغيره والله. انا اسف ان انا بلح يعني. الاستاذ ما ركعش المغرب يا فندم. لا دي حاجه ما تخصش بقى، دي حاجه لا ما هو لا تخص امتى؟ انا اسفه. طب انا ما صليتش المغرب لان انا شغاله، هل ده معناه انا اسفه؟ لا استاذ عمرو لو سمحت، اللي يحاسب ربنا سبحانه وتعالى عن الصلاه. وكلمه ما استاذ ما ركعش دي حاجه يعني مش من حق حضرتك اصلا انك تسال فيها. راجل شيخ وبيدعي بينزل عليه ملائكه من الله يا جماعه. برضه مش من حقك يا استاذ. في ناس ممكن تجمع او تقصر، دي عليها اشكال. خلينا نتكلم في موضوعنا، موضوع الحلقه. استاذ عمرو بعيد عن موضوعنا وحاجه اصلا ما احبش ان رجل دين اساسا يبقى بيتكلم كده. لا يا فندم، ارجع للاستاذ عبد الرحمن. اديني فرصه. طب ارد، اديني فرصه يا استاذ عمرو لو سمحت، اديني فرصه. استاذ عبد الرحمن عايزه حضرتك ترد. انا هتكلم في دقيقتين والبلد بحالها. لا عايزاك ترد بس عن الجزء ان حصل كذا توقع ومنهم كمان توقع الذهب. انا برضو كنت قريت 10 توقعات حصلوا في البلد، واقول توقع ما كانش حد عارفه خالص. تمام. حضرتك برضه توقعت ان الذهب هيقل وهينزل ل 1500. اول حاجه انقطاع الانترنت محليا وعالميا، وانقطع يوم 19 والمطارات اتعطلت. تاني حاجه بس دي حاجات بتعلن عنها اوقات كتير جدا امريكا، واوقات كتير جدا شركات الانترنت او الشركات دي بتعلن عنها، سواء المصريين بقى ما بيقروش او ما عرفوش ده، فممكن حضرتك تكون جبته عن طريق ان انت مطلع على حاجات ثانيه. شهر 5 أو 4 قلت يعني امريكا هتحكمها سيده قبل ما هاريس تنزل في الانتخابات، وهاريس نزل ب2. وقلت بايدن الفتره دي خلاص قبل ما يعلن هو شخصيا ان هو طبعا هيتنحى من الحياه السياسيه والناس كلها عارفه انه طب ما يمكن السيده دي تسقط في الانتخابات. لا هاريس هتنجح في الانتخابات. هاريس هي سيده امريكا القادمه. انا اللي بقولها لك اهو تفصل. انا بقول لك بقى بالعلم. طب قايل حاجه ما فيش مخلوق يعرفها، قايل في سلعتين هيغلوا ما يعرفهاش حتى المزارعين ولا التجار ولا الفلاحين. قايل البطاطس والطماطم، البطاطس ب25 والطماطم ب20 جنيه. دي يعرفها المزارع او الفلاح او المتاجر. دي هتحصل؟ ده حصلت. انا قايل من حوالي 20 يوم وحصلت الايام ديت. الطماطم غاليه. طب بقى بس معلش خليني اقول لحضرتك حاجه. انا هقول لك ما هو احيانا كتير يا استاذ عبد الرحمن واحنا في اكمل بس انا قلته حصل. قلت على النادي الاهلي هيفوز على بيراميدز 3-2 وضربة جزاء. البطاطس والطماطم دي قلت نادي الزمالك هيفوز بالكونفدراليه. قلت النادي الاهلي هيفوز ببطوله افريقيا. انا بقول في توقع ايه. طب ما حضرتك اتكلمت مثلا عن مرض وحادثه لعمرو دياب ما حصلتش. نعم. اتكلمت عن كذا. هو السنه خلصت. انا قلت ايه قبل ما السنه تخلص بالنسبه لعمرو دياب. على فكره عندنا 3 مطربين قبل العام دوت وقبل السنه ما تخلص. هيحصل ايه؟ في احداث بالنسبه لهم او وفيات والصفعات اللي تمت ديت هتحصل تاني في البلد. من بعض الفنانين وبعض حوادث او وفيات. حوادث او يعني وفيات مساله الصفعات دي هتحدث تاني في البلد، وهتجيبيني تاني هتقولي تعالى
انا عشان انت قلتها هنا الصفعات للفنانين والمطربين اسمهم والمشاهير إيه يا فندم؟ هتحدث تاني. لا بمساله الصفعات دي انا صاحبه الترند، انا اول واحده صاحبه. طب ماشي والايام جايه وبيننا. الحاجه اللي بعد كده انا قلت عن الكوره وفاز النادي الاهلي وفاز نادي الزمالك. الاسماء ايه؟ نعم اسماء مين على الفنانين؟ اللي هيتصفعوا او يصفعوا. هل حضرتك عارف انا بس عايزه، هل انت حضرتك لو عايزه تقولي اسماء في كل لا برضه ثواني بس، هل حضرتك بتبقى عارف اصلا اسم الفنان ده بس مش عايز تقوله عشان ما يحصلش بلبله او عشان ما يحصلش مقاضاه منه، لانه ممكن بعد كده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ما بال اقوام وكان عارف مين اللي بيتكلم. فانت لما تقول مثلا شخص او لما تقول ده امتى تقول مثلا لما يكون ذكر في بعض المواضع ولم يذكر في بعض المواضع زي